لو اتجاهلت الحاجات دي الاي بي اي بتاعتك هتقع فجأة. كتير من الباك اند ديفلوبر بيفتكروا ان لو الاي بي اي بتاعتهم اشتغلت فده لوحده كفايه، لكن الحقيقه لو الاف المستخدمين طلبوا البيانات مره واحده الاي بي اي ممكن تنهار. الحل هنا بيكون 3 حاجات: الريت ليميتنج والثروتلينج والريتراي ميكانيزم. اول حاجه الريت ليميتنج بيحدد اقصى عدد للريكوست لكل مستخدم او لكل اي بي في فتره زمنيه محدده، ولو تجاوز الحد الريكوستس تترفض مؤقتا. تاني حاجه الثروتلينج بيقلل عدد او سرعه الريكوستس اللي ممكن يستجيب ليها السيرفر، يعني لو الضغط عالي السيرفر يقدر يستجيب تدريجيا بدل ما ينهار فجاه. واخيرا الريتراي ميكانيزم، وده لما الريكوست تترفض بسبب الريت ليميت او الثروتلينج النظام يعيد المحاولة تلقائيا بعد وقت محدد. الباك اند ديفلوبر اللي هيتجاهل الحاجات دي النتيجة هتكون performance ضعيف وسيرفر كراش. المطور المحترف يحمي الاي بي اي بتاعه من اول يوم. ريت ليميتنج، ثروتلينج، وريتراي ميكانيزم.